لما يكون في توأم في ثانوية عامة، اتنين اخوات توأم في ثانوية عامة، والاتنين يطلعوا اوائل من الخمسة الاوائل على المدرسة، هو عملوها ازاي دي؟ طيب، هنشوف الاول، اول واحد فيهم كده برضو يقول لنا الاسم والمجموع ودرجة الفيزياء وترتيبه على المدرسة كان عامل ازاي، وبعدين نخش على توأمه. نبدأ كده. الاسم امجد ياسر الشناوي، المجموع 96 88% علم رياضه، والترتيب الثاني على المدرسه، ودرجه الفيزياء 57 ونص. امجد ياسر الشناوي ما شاء الله. مدرسة ايه؟ التاني على مدرسة عمر مكرم، ما شاء الله علم رياضة، في الاخر هندسة دمنهور. بس مالها دمنهور؟ تبقوا زعلانين ليه؟ انا بقول لك احنا عايزين نعمل تزويد اغتراب. ايوه حصل. ليه مالها دمنهور؟ لسه جديده محدش عارفها، اللي عارفها ربنا بس. ربنا كبير يا ابني. فكرة والله الكلام ده مش صحيح خالص. انا اعرف ناس ما شاء الله، اعرفهم معرفة شخصية، خريجي كليات في جامعة دمنهور، وما شاء الله دلوقتي بعضهم بيدرس في جامعات في امريكا. فالموضوع ملوش علاقة، الحمد لله. يعني بلدنا وهي اولى بينا، وان شاء الله بينا احنا باهل بلدنا هتبقى احسن جامعة باذن الله. طيب امجد، انت كنت علم رياضة. هو العلم رياضة يعني في مذاكرته مختلفة شوية، يعني احكي لي كده، انت كنت بتذاكر الفيزياء والرياضة ازاي؟ هو بالنسبه لي في اختلاف طبعا، يعني نظام المذاكره بيبقى شويه مايل للرياضه، مع يعني مفيش حفظ خالص، حتى بيبقى في مسائل رسم ما بنحلهاش اشتقاق اصلا، ما بنحلهاش. بيبقى في مثلا الميل، فهي بتبقى عباره عن مشتق، فمش محتاج ان انا احفظ نوعيه المساله نفسها يعني. يعني انت عشان كنت شاطر في الرياضة في اولى وتانية ثانوي، فده سهل عليك الفيزياء، فانت بقيت تتعامل مع الموضوع كاشتقاق وتكاملات وتفاضلات، والدنيا بقت اسهل والمعلومه بقت تيجي في. ما هو ده بقى بنتكلم في حته ان الجيل اللي طالع يقول لك انا هنكبر دماغي في اولى وثانيه، هنكبر دماغي في اولى وثانيه ونشد في ثالثه. فلا، واضح ان انت كنت مهتم في اولى وثانيه، فده فرق معاك. طب حته ان يبقى ليك توأم معاك في نفس الدراسه، ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هو ضغط كبير طبعا، بس المشكله ان اي درجه، يعني انت لو جاب اعلى منك بنص درجه هو حلو، انت وحش. دي مشكله. بس يعني ابيض اسود، يعني مفيش رصاصي خالص. دي مشكله. انتوا توأم غير متماثل. ماشي. بس هو في توأم قال لي حاجه غريبه بقى، هم التوأم مرتبطين ببعض قوي. ففي حد قال لي انت تعرف انا في الامتحان ببقى مشغول توأمي عمل ايه في نفس السؤال. يعني كان بيجي لك الحاجات اللي زي دي، كنت بتعامل معاها ازاي وانت دايما خايف اللي يحصل مقارنه والكلام ده؟ والبيت كان بيتعامل ازاي مع الموقف ده؟ هو البيت كان مهدي اللعب شويه الصراحه السنه دي، بس هو في العادي اكيد في مقارنه، يعني حتى لو غصب عنهم، يعني دي المشكله. بس حتى انت بتبقى عايز برضو انك، يعني ما هي مش حقد، بس انت بتبقى عايز برضو تتفوق على التاني. دايما التوأم بيكرهوا بعض، مش عارف ليه. لا خالص خالص، لا. انا احبه بس ما يعدينيش في المجموع. احب بس تحت ايدي يعني. وده مش كره خالص. لا 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 لا. يعني هو لو جاب 99 انا اجيب 99 واحد من 10. لا، هو جاب اعلى مني اهو. وكان ايه احساسك؟ لا، هي الحمد لله يعني جت على نص درجه، يعني مش حوار يعني. مش هيزيد قوي يعني وهو انا عارفه مش شخصيه الزياطه بجد والله. زي ما انت. تعالى كده، ده توأمه. هل انت زدت عليه عشان النص درجه دي؟ وقول لنا كده اسم مجموع درجه. هو طبعا الطلع التاني على المدرسه، انا الاول بقى. بس خلاص كده. يلا بينا. امير ياسر الشناوي 97 و3%، الاول على عمر مكرم وبس. وبزيط على اخويا. وبزيت على اخويا بالنص درجه. و57 ونص في الفيزياء. يعني انتوا في الفيزياء زي بعض؟ كله زي بعض. ايوه. الرياضه والعربي. طب نقصتوا في الفيزياء ليه؟ والله السؤال بدرجتين كده كان دمه تقيل شويه. كان دمه تقيل. ما قلتلوش نكته ليه؟ وانت يالا لسه فيك نفس الكلاحه. يعني انا كنت نقلش في الحصه كنت تعمل نفس الحركه دي. قالش ما كانش بيعجبك؟ لا كان جميل لا كان جميل خالص، جميل خالص. طب هل فعلا انتوا في اعداديه كنتوا جايبين زي بعض برضو؟ لا انا كنت اعلى منه ب3 درجات برضو؟ يعني انت معلم عليه طول حياتك؟ مبدأ. ايوه هو لازم يكون تحت ايدك كده. ها؟ ايوه بس انا شايف انه اطول منك.
يعني مش مقياس برضه. دي الحاجه الوحيده اللي كسبك فيها. ايوه. كسبته في ايه تاني؟ لا هو عادي طول السنه اكيد بكسبه، بس هي نص درجه بتاعت الانجليزي يعني، ده خط عشان خط احسن مني الصراحه. عشان ايه؟ خط احسن مني، هو انا ناقص ده خطه فودافون يعني؟ لا لا اورانج. 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 ظريفه القلشه دي برضه. ها؟ لا مش معقول اقسم بالله. هتموت وانت واقف؟ والله ما انت نجيب. حصان ولا ايه؟ والله توأم جميل ودمه زي العسل، وكان زي ما انت شايف كانوا مبسوطين جدا من القلاشاتي، بس واضح ان فيهم حد اعلى من التاني، في فرق في المستوى، واضح ان هم بيحبوا بعض جدا. طب البيت بقى ساعة النتيجة، خلي بالك دي تفرق. مين اللي اتحضن الاول؟ هو عشان جاب درجته الاول. انا بقى جيت عليت عليه والزغاريد بقى وطلعت. يعني هو خد الحضن وانت خدت؟ ايوه انا بعديها بقى كنت لسه مطلع الدرجه. اه. واول ما جبتها هو كان جاب 310، انا جبت 310 ونص، ورحنا بقى بس عضلنا كده. بعض بقى يعني هو فرح بال 310 كان فرحان بقى وبتاع. 10 ونص. والله فرحت لك عادي يعني. فرحت له بالامانه؟ غلط والله. يعني انت طب لو كانت 309 ونص كنت فرحت اكتر؟ انا يعني شايفين يا جماعه على فكره صاحبهم الثالث اللي كان في الجروب، واضح ان دي ناس بتعلي بعض. طبعا هو مع كل الحب وكل حاجه، بس انا لازم نكون نعلي على بعض، نحاول نعلي على بعض. ده مش معناه كره، ده في فرق لازم تفهم. انت تغير من صاحبك او من اخوك مش معناه انت بتحقد عليه. الغيره الحميده ان انت لا تعلوا مستوى بعض. كنتوا بتتخابسوا على بعض في المذاكره، بتذاكر حاجه من وراه كده؟ لا خالص. طب افرض ان في مدرس واحد فيكم مش عاجبه انما التاني عاجبه، كان مين اللي رايه بيمشي؟ اللي مش عاجبه. لا احنا بنروح وخلاص يعني، بنتفق احنا الاثنين على حاجه يعني. طب لا انت كنت هتقول كلام مختلف. ايوه هو اللي مش عاجبه بياخد التاني ويطلع. البنا كان عاجبكم؟ كان جميل خالص. الشباب عسل، انت اتكرمت عندي كم مره؟ مرتين، هما المرتين اللي كرمت فيهم اتكرمت فيه. وهو مره. يعني برضه معلي عليك في دي؟ طب ما تسال مين جاب اعلى في امتحانات الفيزياء هنا؟ لا انا بسال على التكريم، مين اتكرم اكتر؟ هو كرم اكتر مني. طب مين جاب اعلى في امتحانات الفيزياء؟ تخيل كده. انا. ما شاء الله شباب جميل. والله انا استمتعت جدا باللقاء مع الاول والتاني على مدرستهم، مدرسه من اكبر مدارس دمنهور طبعا، مدرسه عمر مكرم، صح؟ وما شاء الله عليهم بجد حاجه تشرف يعني، وما شاء الله يا بخت العيله بيهم يعني. سقفه للباشمهندسين.